Wow. What was that? دي تقريبا اكبر واغرب حصوات موجوده في اللوز او يعني في الفم انا شفتها في حياتي. اللي فيكم مش عارف يعني ايه اصلا حصوات المفروض تبقى موجوده في الفم او في الغدد او اصلا موجوده في اللوز، فتعالى انا هقول لك سببها ايه. ساعات ممكن يحصل عندنا التهاب فيعمل حاجه زي حفر او يعني انحناءات كده بتبقى موجوده في اخر الفم من ورا. الاماكن المستخبيه دي لما باجي اكل او اشرب او اعمل اي حاجه، جزء من الاكل ده وانا ببلع بيبتدي يتكون جواه بواقي اكل على بواقي اكل على بواقي اكل، تبتدي تعمل لي الحجاره الصغيره دي، وما بتبقاش واحده ولا اتنين، ممكن تجمع عدد كبير جدا من الحصوات جوه الانحناء ده او جوه الحفره دي. طبعا لو ما تعرفوش ده واحد من اهم الاسباب بتاعه رائحه الفم الكريهه. طيب والسؤال طبعا اللي هيجي دلوقتي، ايوه انا شفتها وموجوده، اعمل ايه عشان اشيلها؟ اسرع حل وامن حل هو انا استخدم الجهاز الجميل ده، وهو اسمه ووتر فلوسر. ده جهاز كده كيوت صغير لطيف جميل، بيضخ الميه بمعدل امن